واحد التجربه قدامكم. هذه حياتك اللي عامره بالابتلاءات. كاين المشاكل الصحيه، كاين المشاكل العائليه، ها مع الدراري، ها مع المراه، ها مع الراجل. كاين المشاكل الصحيه، كاين المشاكل الماديه، كاين المشاكل ديال الخدمه، كاين المشاكل اللي غير مع راسك، مضارب مع الماضي، مضارب مع المستقبل، مضارب مع الوسواس، مضارب مع شخصيتك. هذه هي الدنيا. حنا معيشين في الجنه، وسيدي ربي راه عطينا هاد الابتلاءات اللي نورمالمون كيقيس بها درجه الصبر ودرجه الايمان ديال كل واحد. اذا كيفاش ممكن تبدل حياتك من سلبيه الى ايجابيه؟ باشياء بسيطه واللي عندك دابا في الدار وموجوده وفابور، وبلا ما دير السبب باش تبقى غارق في هذا المشكل، في الاكتئاب، في البكا، وتبقى ساد عليك وتبقى مبعد على الحياه راها زوينه. شوفوا معايا التجربه. غادي نبدا نزيد الماء اللي هو الاشياء الايجابيه اللي غتزيدها في حياتك. غتزيد الرياضه، غتزيد لا مارش، غتزيد التنفس، غتبعد من الناس السلبيه، غتمشي عند الناس الايجابيه، غتحلى بالتفاؤل، لان من علامات العبد اللي كيبغيه الله هو انك تكون متفائل. غدا غادي يكون احسن. غادي تهز ورقه وقلم وغتنظم الافكار ديالك وتركز على الحلول، عوض ما تبقى مركز غير على المشكل وانت كتبكي. وها انت كتشوف بان حياتك وانت كتزيد هذه الاشياء، الماء كيولي شفاف ومزيان ونقي، وهكا غادي تكون حياتك بالصحه والراحه.